ليه البنت العصرية بقت مختلفة عن أمهاتنا زمان؟ احنا في الحقيقة مش بنسأل عن البنات، احنا بنسأل عن تغيير ميزان القوة نفسه. من منظور الريد بيل، العلاقة بين الراجل والست طول عمرها كانت قائمة على معادلة اسمها القيمة مقابل الأمان. الراجل يقدم أمان مادي وحماية، والست تقدم أنوثة واحتواء واستقرار أسري. المعادلة دي فضلت ثابتة آلاف السنين لحد ما حصلت 3 تغيرات قلبت اللعبة. أول تغيير، الاستقلال المادي للمرأة. أول ما الست بقت تقدر تشتغل وتكسب وتعيش لوحدها، سقط أهم عمود كان مخليها محتاجة الراجل. زمان كانت بتختار راجل يعرف يفتح بيت، دلوقتي بقت تسأل: هل أنا مرتاحة معاه؟ هل بيبسطني؟ هل حاسة معاه بمشاعر؟ يعني الانتقال حصل من الاحتياج للاختيار. تاني تغيير، وفرة الاختيارات. السوشيال ميديا عملت حاجة خطيرة جدا في عقل البنت، خلتها دايما حاسة ان فيها احسن. حتى لو مرتبطة بيوصل لها اهتمام ورسائل واعجاب، فمخها بيبقى شايف ان الفرص كتير. وده في علم النفس التطوري اسمه هايبر جيمي، يعني الميل الدائم للصعود للأعلى. البنت بطبيعتها من منظور ريد بيل بتدور على الأعلى قيمة والأقوى والأنجح والأقدر. زمان دايرة الاختيار كانت ضيقة، دلوقتي بقت مفتوحة على العالم كله. تالت تغيير، سقوط احتكار الرجل للقوة. زمان القوة كانت جسدية ومادية، الرجل أقوى بدنيا وهو اللي بيصرف. دلوقتي القوة بقت اجتماعية ونفسية واقتصادية مشتركة، فالست ما بقتش مضطرة تتحمل راجل ضعيف ولا تصبر على علاقة مش مريحة. ومن هنا ظهر إحساس عند رجالة كتير إن ستات زمان كانوا أجدع، بس الحقيقة من منظور الريد بيل مختلفة شوية. ستات زمان ما كانوش أجدع، كانوا أقل اختيارات، ما كانش عندهم القدرة يسيبوا بسهولة ولا يبدأوا من جديد، فكان الصبر أحيانا نابع من قلة الحلول مش من قوة التحمل بس. إنما البنت العصرية لو حست إن الراجل قيمته أقل منها أو مش شايفة فيه قيادة، بتفقد الانجذاب بسرعة، لأن الانجذاب في منظور الريد بيل مش قرار، ده استجابة فطرية للقيمة. وعشان كده تلاقي راجل طيب ومحترم بس مش جذاب بالنسبة لها. عارف ليه؟ لأن الطيبة لوحدها مش قيمة عليا، القيمة العليا بتيجي من القوة والثقة والنجاح والسيطرة على الحياة، أو الطبع الرجولي والذكوري. البنت العصرية اتربت إنها تدور على الراجل الأعلى مش الراجل المتاح، وده خلى العلاقات أصعب والاختيار أعد والاستقرار أبطأ. بس برضه خلى الراجل مضطر يطور نفسه، مبقاش كفاية إنه يشتغل وخلاص، لازم يبقى عنده حضور وشخصية وقيادة، وحتى كمان عايز أقولك طموحك تشتغل عليه. فالخلاصة من منظور الريد بيل، البنت ما اتغيرتش لوحدها، البيئة هي اللي رفعت معاييرها. وأمهاتنا ما كانوش ملايكة، كانوا نتاج زمان اختياراته محدودة. يعني زمان لما كان في وقتهم كان الاختيارات أقل شوية، إنما بنت النهاردة عندها وفرة شباب واختيارات وفرص وبدائل كتير، وتلاقيهم كتير سنبات بيبعتولها طلب صداقة وبيجروا وراها على السوشيال ميديا. وعشان كده الراجل اللي فاهم اللعبة الجديدة ما يقارنش نفسه برجالة زمان، هو يرفع من قيمته هو، لأن في زمن الوفرة وفي زمن اللي ما يطورش نفسه بيتساب حتى لو كان طيب وعنده أخلاق وكل حاجة. ودي مش قسوة على فكرة، دي طبيعة ميزان الجذب ما بين الراجل والمرأة. متنساش تتابعني يا صديقي، وانتظرني في حلقات تانية جديدة الفترة الجاية. سلام.